السلام عليكم يا اصحابي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكلة النهارده بقى هتريحكم جدا جدا جدا. هي هتتعبكم 10 دقايق كده في الاول، بس بعد كده هتجمعوها كلها في حله واحده وهتبقى جميله وهتعجبكم قوي قوي قوي. هي حله هتتجمع كلها في حله واحده. الاكله بتاعتنا هتتجمع كلها النهارده في طبخه واحده وهتعجبكم جدا جدا جدا. مش كشري مصري، مش كشري الحله الواحده. خليكم معايا لاخر الفيديو وهتشوفوها وهتعجبكم جدا. في بدايه الوصفه بتاعتنا عايزين بصلتين وسط زي دي كده، وهنقطعهم وبعدين هجيلكم. وطبعا من ضمن وصفتنا النهارده بطاطس مقطعاها مكعبات. هنحط البطاطس في الزيت. انا حطيت بطاطسايه اهو، شايفين؟ ادي التاني. وطبعا معانا هنا شويه دقيق مبهرين. يعني ايه مبهرين؟ يعني عليهم بهارات، ملح وفلفل وكمون وتوم باودر وبصل باودر وكل البهارات اللي عندك. شويه دقيق صغيرين. ليه؟ عشان اعمل الفراخ بتاعتي كده، قطع من الفراخ، فرخه، نص فرخه، ربع فرخه، الاسره بتاعتكم على حسب ما هتعملي. يعني قطعي الفرخه كام قطعه اهي وبهريها، وبعد ما احمر البطاطس واخلصها احمر الفراخ تحميره برضو، مش سوا، يعني تحميره. طبعا يا جماعه الفراخ معلهاش اي حاجه، معلهاش اي بهارات، معلهاش اي تتبيلات، معلهاش اي حاجه. انا هكتفي باني اتبلها من الدقيق بس واحمرها في الزيت اهو، وده اللي انا تبلته اهو. وطبعا هنقطع طلع بقى البطاطس. هنا الفراخ اهي بعد ما تبلتها بالدقيق هحطها في الزيت هنا بعد ما يسخن. تمام، بس لازم الزيت يكون سخن جدا علشان ما ينزلش الفراخ، ما تنزلش ميتها في الزيت. انا عايزاها متحمره يعني تاخد لون. هوريكم دلوقتي. ادي يا جماعه شكل الفراخ وهي بتتحمر بعد ما اتبلت، بتدينا لون حلو قوي قوي قوي. بصوا هنا هي متبله اهي بالدقيق اللي عليه البهارات، وهنا وهي بتتحمر هي ما خدتش اكتر من 10 دقايق على الجنب ده، والجنب التاني برضه هديله 10 دقايق كده. ده شكل الفراخ بعد ما ايه حمرتها على الجنبين على البوتاجاز. كان عندي شويه بسله متفرزين اغسلهم من التلج بتاعهم علشان اعملهم مع الوصفه بتاعتي. حطيت معلقه زبده. هشوح ايه البصله، ان البصله تتشوح وتدبل كده معايا. نحط بقيه المكونات بتاعتنا معانا كده. البصله اهي بقى اشوحها. هبدا اشوح الجزر مع البصل. هنبدأ ننزل البسلة وأنزل البطاطس اللي حمرناها من شوية مع بعض. نص معلقة فلفل أسود كده، وبرده نص معلقة ملح. كل ده على نار عالية يا جماعة، كله على نار عالية مش نار هادية، نار عالية. ونسيب كله ياخد كده تشويحة مع بعضه. معلقتين صلصة، طبعا هننزل الفراخ بتاعتنا اللي احنا حمرناها سوا اهي ما شاء الله تحمرها جميل جميل جميل. كله اهو مع بعضه. هفرغ بقى ايه الرز، الميه بتاعت الرز عياري اهي، رز مصري عادي
جدا. ادي يا جماعه شكل الحله بعد ما ضفنا عليها كل حاجه اهو، ونسيبها بقى تستوي كده مع نفسها وبعدين نشوف. ادي الحله بتاعتنا بعد ما استوت، ما شاء الله الرز جميل ومفلفل ومفيش حبايه ماسكه في التانية. هغرف واوريكم. يا وده طبق الأكلة الحلة الوحيد. كده يا جماعة أكلتنا خلصت واتغرفت كلها في طبق واحد، وألف هنا على قلوبكم. تعالوا اتغدوا معانا.